ازيكم يا جماعه عاملين ايه واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده هنحلل البوستر اللي نزله روبرت داوني جونيور على البيج بتاعته على انستجرام، وده بوستر لدكتور دوم فقط لا غير. طبعا احنا جالنا البوستر اللي فات، ولو ما شفتوش الفيديو اللي انا نزلته شرحت لكم فيه معاني البوستر، والتريلر كمان نزل كان شكله خرافي. بس في حاجه الناس كلها ما لاحظتهاش، وهي البوستر الجديد اللي نزله روبرت داوني جونيور على البيج بتاعته. وتعالوا بقى النهارده هنحلل البوستر ده زي ما انتم شايفين. اول حاجه هنبدا نتكلم عنها في البوستر ده هو الست والطفل اللي موجودين فوق، لان الست والطفل دول شكلهم اصلا هم اهم حاجه، محطوطين وموجودين في اكتر جزء منور ومقدس في الصوره اصلا، وحواليهم ملائكه. وفي المقابل بقى دوم واقف تحتهم ومتضايق، تحس ان هو راسي منحنيه كده ونازل تحت وبيصلي، او ان هو حزين. طيب مين هم الطفل والولد، الطفل والست دول؟ في 3 احتماليات ممكن يكونوا مين هم بالنسبه لنا. طبعا من الكوميكس انا قريت كل حاجه في الكوميكس عامه يا جماعه ليها دعوه بدكتور دوم، وقريب هنزل لكم فيديو بيشرح فيه قصه دوم كلها في الكوميكس عشان تبقوا عارفين وانتوا داخلين الفيلم عارفين القصه بتاعت دكتور دوم. طيب مين ممكن يكون الست والطفل ده؟ ممكن الست والطفل يكونوا عيله دكتور دوم اللي ماتت في العالم بتاعه، اللي هو مراته وابنه، وان هو بعدها انهار من موتهم ده، والموت بتاعهم جه من الانكرجن. يعني كان سبب من الاسباب اللي حصلت او ان هم ماتوا كان الانكرجن والمصايب اللي الافنجرز كانت عماله بتعملها في الكوميكس. فهو كان كاره الافنجرز وكاره فكره ان العالم كله دلوقتي بدا يموت، وبالذات مراته وابنه. فهو قرر بقى بدل ما كل شويه في عوالم عماله بتتدمر مع بعض ويحصل انكرجن، انا هكون الملك بتاعها، وانا اللي همسك انا اللي هبقى قاعد على العرش دلوقتي، وهيبقى هو عالم واحد فقط لا غير. طبعا لو انتم مش عارفين في الكوميكس دكتور دوم القصه بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو بيحاول يعمل حاجه اسمها باتل وورلد. باتل وورلد دي بتبقى عالم واحد بس. طبعا احنا عندنا كذا عالم، عندنا العالم بتاع ام سي يو، وعندنا العالم بتاع افنجرز، وعندنا العالم بتاع اكس مان، وعندنا العالم بتاع توبي ماجواير، وعندنا العالم بتاع اندرو جارفيلد. عندنا عوالم كتيره جدا مختلفه، مالتي فيرس مختلف. طبعا هو بقى عايز ينهي العوالم دي كلها ويبقى مفيش غير عالم واحد بس، والعالم واحد ده بيبقى تحت طوعه وتحت التحكم بتاعه. ده اول اوبشن. النظريه التانية اللي بتقول، ودي اللي انا ميال ليها اكتر، ان الست اللي فوق دي هي سينثيا فان دوم. وسينثيا فان دوم دي هي مين؟ دي مامته في الكوميكس. ومامته في الكوميكس ايه اللي حصل في الكوميكس؟ سينثيا عملت اتفاق مع مافيستو اللي هو الشيطان بتاع مارفل في الكوميكس، اسمه مافيستو، علشان تحمي شعبها، لكن روحها انتهى بيها الحال ان هي بقت محبوسه في الجحيم، محبوسه في النار. يعني مافيستو حبسها في النار مقابل الديل اللي احنا عملناه ده مع بعض. والجهاز بقى اللي سبب التشويه اللي حصل في وش دكتور دوم، هو كان الجهاز اللي كان عمال بيحاول يتواصل بيه مع مامته في العالم التاني، العالم الاخر اللي هي كانت قاعده فيه. فهو الجهاز اللي هو كان بيحاول يستخدمه وهو صنعه علشان يوصل لها شوه وشه. وعشان كده برضو لو بصيتوا عليه هتلاقوه منحني تحت وقاعد تحت وقالع الماسك، والماسك محطوط في ايده جنبه. فدي ممكن يكون اكبر سبب انه هو يكون فعلا ان دي تكون سينثيا فان دوم، ان هي مامته، وان هي كانت بتحاول تحمي شعبها. طبعا على فكره يا جماعه احنا شفنا مافيستو لاول مره في المسلسل بتاع ايرون هارت. طبعا احنا عارفين ان ايرون هارت كانت موجوده في واكاندا فور ايفر، وبعد كده في الاخر خالص فجاه شفنا مافيستو، وشفنا ان هو شفنا وجوده لاول مره في الام سي يو. طب Well, I go by a lot of names. Some of them are actually a bit cruel and hurtful to me. But I like you, Riri, so you can call me Mephisto. ليه خلوا ميفيستو يظهر في مسلسل نكره كده، مسلسل محدش اتفرج عليه اصلا؟ يعني في ناس كتير قوي ما اتفرجتش على المسلسل ده، وانا ما رجحش اصلا حد يتفرج عليه. ممكن تتفرجوا عليه، هو انا بصراحه استمتعت بيه، انا كنفسي انا كعمر استمتعت بالمسلسل. بس ليه يحطوا ميفيستو اكبر شخصيه واهم شخصيه من الشخصيات اللي موجوده في الفيلنس في عالم الام سي يو، في عالم مارفل؟ ليه يظهروه في الام سي يو لاول مره في مسلسل مش مهم؟ عشان يا جماعه هم ما عندهمش بروجكتس كتيره قبل افنجرز دومز داي. طبعا هم كانوا متجهين ناحيه كانج ذا كونكرر،
وحصل مشاكل مع الممثل اللي هو كان المفروض هيلعب الشخصية، وكانوا هيعملوا افنجرز ذا كانج داينستي. طبعا كان البروجكت ده اتكنسل وغيروا الدنيا كلها وجابوا فيلن جديد وهو فيكتور فان دوم. فلما غيروا الفيلن هم ما عندهمش اوبشنز كتيره، هم ما عندهمش كمان وقت ان هم يلحقوا يغيروا مثلا يعني يعملوا لنا افلام علشان يمهدوا للفيلم ده. هم ما كانش عندهم غير سنه واحده فرق. فالسنه ديت يقدروا يعملوا فيها ايه؟ ان هم يرموا لنا كده شويه شخصيات علشان بعد كده لما نروح الفيلم نفسه نكتشف فعلا انه على فكره يا جماعه ما تنسوش هم هينزلوا افنجرز اند جيم بكريدت سين مختلفه بسين مختلفه في نهايه الفيلم في شهر 9 السنه دي. يعني شهر 9 السنه دي هتبداوا تشوفوا افنجرز اند جيم في السينمات، فما تستغربوش لما تشوفوها في السينمات وادخلوا واتفرجوا عليه، لان هنلاقي كريدت سين مختلفه، هنلاقي سين بتمهد لنا لفيلم افنجرز دومز داي. وطبعا احنا عارفين ان طبعا كده كده سبايدر مان براند نيو داي هيبقى فيه برضه اند كريدت سين ليها دعوه بدومز داي. في العادي هم ما كانوش هيعملوا كده، كانوا هيعملوا سبايدر مان فيلم عادي خالص ملوش اي دعوه بدومز داي، وهو ستيل فيلم عادي ملوش اي دعوه بدومز داي. ولكن هم عايزين بقى بشتى الطرق ان هم يمهدوا لنا للفيلم شويه علشان الفيلم ما يبقاش عباره عن فيلم شرح لقصه دوم وفيلم شرح مش عارف ايه. لا، هو مش فيلم شرح، احنا هندخل في الاكشن على طول. اما بقى النظريه الثالثه، ودي نظريتي انا الصراحه يا جماعه، انا اللي فكرت في الموضوع ده شويه. لو رجعنا بالزمن لورا كده رجعنا مثلا بحوالي 4-5 شهور، في رسام في مارفل كان بيرسم شوية كونسبت ارتس دي بتبقى شوية رسومات هو بيرسمها أفكار ليه، يعني إيه المنظر وإيه الشكل بتاع المشاهد اللي مارفل هتعملها في افنجرز دومز داي وافنجرز سيكريت وورز. فبيرسمها علشان يوريهم الأشكال منها بقى شكل الاوتفيتس، مثلا اللبس بتاع الشخصيات، المشهد نفسه هيبقى شكله عامل ازاي، البوزيشنز بتاعهم. فالرسومات دي نزلت على الانترنت، ناس كتيرة حللتها وناس كتيرة قعدت تتكلم عنها وانا اتكلمت عنها برضو، ولكن احنا نسيناها خالص. ولو رجعنا يعني ليها بقى هنلاقي في واحدة منهم دكتور دوم كان قاعد على العرش بتاعه وفي ست وولد صغير واقفين جنبه، واعتقد ان الست والولد الصغير دول برضو شبه الست والولد الصغير اللي موجودين في البوستر ده. وهما مين؟ هي سو ستورم وفرانكلين ريتشاردز. كلنا عارفين ان في فانتاستيك فور سو ستورم هي مرات ريد ريتشاردز، واحنا عارفين في الكوميكس ان ريد ريتشاردز هو صاحب دكتور دوم. ففي خيانة ممكن تحصل الى حد ما، ان هو بعد ما ياخد العرش يقول ريد ريتشاردز انا مش انا الحل الوحيد علشان اخلي مراتك وابنك يعيشوا ان هم يبقوا مراتي وابني انا. وطبعا ده زي اللي هو بي بيملى الفراغ اللي عنده اللي حصل لما مراته وابنه ماتوا. فانا اعتقد ان هي هتبقى ميكس ما بين مراته وابنه ماتوا وفي نفس الوقت دي سو ستورم وفرانكلين ريتشاردز. وهو عارف وكلنا عارفين ان فرانكلين ريتشاردز عنده قوة كوزميك، يعني قوة هائلة هو يقدر يستغلها ويستخدمها في صناعة العالم الجديد بتاعه. فاعتقد ان ممكن تكون ان زي ما حصل على فكره ان الموضوع ده حصل في قصه سيكريت وورز في 2015 نزل سيكريت وورز اللي هي الكوميك بوك، و مارفل اتكلمت عن الموضوع ده، وكيفن فايجي ذات نفسه قال احنا مش هنعمل ريبوت، مش هنمسح العوالم دي كلها اللي حصلت، لا احنا هناخد القصه بتاعه سيكريت وورز اللي نزلت في 2015. ابقوا قروها يا جماعه، او انا ممكن ابقى اعمل لكم فيديو شرح كامل في القصه دي، علشان اعتقد ان حاجات كتيره قوي هم هياخدوها منها اصلا، وزي ما هم قالوا يعني هم هياخدوا افكار منها كتير. فدي ممكن تكون سو ستورم و فرانكلين ريتشاردز. وبعد كده في الاخر خالص دكتور دوم هيتحول لجاد امبرور دوم، بدل ما هو راكع ومتضايق ومكسور جسمه، يعني رسمه جسمه والبوزيشن بتاع جسمه ان هو راكع ومكسور ومتضايق، وفي نفس الوقت ممكن بعد كده ده يتحول للصوره اللي مرسومه اللي اترسمت قبل كده. لان الصوره اللي اترسمت قبل كده هو كان قاعد على العرش، قدامه راكع ريد ريتشاردز، وجنبه سو ستورم، وجنبه فرانكلين ريتشاردز. المشهد ده لو حصل هتبقى دمار شامل. تخيل انت مثلا مراتك واقفه قدامك دلوقتي وابنك واقفين جنب الحاكم وانت قاعد مكسور وبتتعذب قدامه. الموضوع ده يعني يعني الموضوع ده ممكن على فكره يكون شرح كبير جدا. البوستر ده ممكن يكون مهم جدا للمستقبل.
طيب نكمل بقى في البوستر شوية وننزل للكرة العملاقة اللي محطوطة تحت دي. الكرة العملاقة دي أعتقد إن هي بتمثل باتل وورلد. باتل وورلد ده العالم اللي هو هيبنيه دكتور دوم وهيحكمه في افنجرز سيكريت وورز. فأنا بقولها لكم من دلوقتي يا جماعة، افنجرز دومز داي هينتهي بفوز دكتور دوم في الأول وفي الآخر، زي ما حصل في انفينيتي وور لما ثانوس كسب وفجأة كلنا اتصدمنا. وأعتقد برضو ده اللي هيحصل، فجأة هنشوف العوالم كلها بتنتهي في لمحة نظر، ودي هتبقى نهاية الفيلم. وفجأة احنا هنبقى قاعدين ايه ده؟ هو ايه اللي حصل ده قدامنا دلوقتي؟ وهنبدأ بقى نفهم ان العوالم دي بعد ما اتدمرت، دكتور دوم هيبقى عنده العالم بتاعه باتل وورلد، والشخصيات بعد كده هتحاول ان هي زي فرانكلين ريتشاردز، زي ريد ريتشاردز، الناس كلها الذكية بقى اللي هتقدر تتحكم بقى في الموضوع ده، هي اللي هتنقذ العالم في افنجرز سيكريت وورز. طيب تالت حاجة احنا لاحظناها ان البوستر ده تحس ان هو شبه مذبحة دينية. عارفين لما بتدخلوا مثلا في الكنائس مثلا او الاماكن الاثرية في بلاد كتير، بتلاقوا بوسترز كده ورسومات محطوطة. الرسومات دي بتحس ان هي جاية من مذبحة حصلت زمان او حاجة دينية حصلت زمان. ده نفس الاتجاه اللي هم عاملينه، ان دي حاجة تحس ان هي دينية، وان هو في الاخر هيبقى كأنه يعني اله، كأنه مثلا هو اللي هيبقى ماسك العالم كله وهو اللي بيتحكم فيه. هو حاليا دلوقتي مكسور وقاعد بيركع وبيسجد، وفي نفس الوقت بعد كده هو السلالم دي بتشرح لنا ان هو رايح لاتجاه ان هو بعد كده هيبقى هو اللي قاعد على كرسي العرش. ولو بصينا فوق على الشمال هنلاقي مش كنيسة، هي ديت الكاسل بتاعته، دي القلعة بتاعت دكتور دوم اللي هو هيقعد فيها على العرش. طبعا احنا كلنا عارفين ان هو القلعة بتاعته المهمة ديت اللي هي بتاعت لاتفيريا، هو المكان اللي هو جاي منه، هي دي المقر بتاعه، هو ده المكان اللي هو هيستغله وهيستخدمه في سيكريت وورز. طيب الديتيل اللي احنا برضو اتكلمنا بعدها عنها ان دكتور دوم برضو مدينا ظهره، وبرضو لحد دلوقتي مارفل ما ورتناش وشه ولا شكله الاساسي، وانا اعتقد ان احنا مش هنشوف وشه خالص على مدار الفيلم كله لحد الاخر. وطبعا لو قريتوا عن دكتور دوم في الكوميكس، هو من اكتر الشخصيات اللي بيبقى خجول جدا بسبب التشويه ان وشه مشوه. وشه احنا عارفين ان هو مشوه، وده شكل مبدئي اللي ممكن توني ستارك هيبقى، مش توني ستارك سوري، دكتور دوم، لان احنا دلوقتي عارفين ان هو شبهه. هل بقى الموضوع ده هيبقى مارفل هتشرحه لنا في دومز داي، ولا هتشرحه لنا في سيكريت وورز، ولا محدش اصلا هيتكلم عن الموضوع ان توني ستارك شبه دكتور دوم؟ اعتقد ان انا بقى رايي، اعتقد ان هم هيتكلموا عن الموضوع ده في اخر الفيلم، واعتقد ان دكتور دوم مش هيقلع الماسك بتاعه خالص على مدار الفيلم كله. على اخر الفيلم ممكن يبدا يقلع الماسك، واللي هو يعمل ريفيل ويقول انا دكتور دوم بنفس الطريقه اللي عملها توني ستارك. هيقلع الماسك وهيقول انا دكتور دوم، انا تغلبت اخيرا على العوالم دي كلها وصنعت الحلم بتاعي ان انا اصنع عالم واحد بس. فاعتقد ان هم هيخلوا الموضوع ده زي برضه في الكوميكس، ان هو دايما طول الوقت مرعوب ان الناس تشوف وشه المشوه، فعشان كده ما بيقلعش الماسك بتاعه خالص. طيب لو بصينا بقى على البوستر، هتلاقي ان البوستر ده متقسم لثلاث عوالم مختلفه او ثلاث اجزاء مختلفه. الجزء العلوي هو الجزء بتاع، تحس ان هو مثلا جنه بالنسبه له، تحس ان هو ده الاتجاه اللي هو ده الجول بتاعه، ده الهدف بتاعه ان هو يوصل له. دي اللي فيه الشخصيتين اللي هو خسرهم ايا كان بقى، مش عارفين مين الشخصيتين دول، وحواليهم ملايكة، وحواليهم تحس ان هي جنة، والكاسل بتاعته القلعة بتاعته اللي محطوطة فوق ان هي دي بالنسبة له برضو التارجت بتاعه، ان دي جنة بالنسبة له. وتحت في النص العوالم كلها زي باتل وورلد، زي مثلا العوالم اللي عمالة بتتدمر مع بعضها. وتحت خالص الجزء السفلي هو جزء متدمر، جزء مليان بحروب ومليان زي ما انتم شايفين فيه اشخاص ميتة، وفي حاجات كده فيها دمار، وهو واقف حاليا في الجزء السفلي ده. طبعا على نهاية الفيلم هيكون هو وصل للجزء العلوي اللي هو الهدف بتاعه. طبعا هو دكتور دوم بيعمل كل ده علشان يوصل لفوق للشخصيتين ويرجع الشخصيتين اللي فقدهم. هل الشخصيتين دول هتكون مثلا شخصية والدته مثلا مامته، ان هو عايز يرجعها تاني من ميفيستو؟ هل ممكن تكون مثلا مراته وابنه؟ مش عارفين لسه لحد دلوقتي، بس انا لسه متاكد واعتقد ان الشخصيتين اللي فوق دول هيفضلوا سو ستورم وفرانكلين ريتشاردز. واعتقد ان مثلا ان موضوع التشابه ده، مثلا ان توني ستارك شبه دكتور دوم، اعتقد ان احنا برضه هنشوفه في سو ستورم وفرانكلين ريتشاردز. اعتقد ان سو ستورم شبه مرات
فيكتور فان دوم، وان فرانكلين ريتشاردز شبه ابن فيكتور فان دوم. اعتقد ان هو لما يشوفهم هينهار وهيبقى عايز ياخدهم من ريد ريتشاردز. ده برضو حاجه من الحاجات اللي انا اعتقد ان هو ان هي هتحصل يعني في الفيلم كله. طيب نركز بقى على الجزء السفلي بتاع البوستر ده. لو بصينا في الجزء السفلي هنلاقي ان في جذور من الشجر، والجذور من الشجر دي ممكن تكون بترمز للتايم لاينز. طبعا كلنا عارفين ان لوكي دلوقتي بقى متحكم في التايم لاينز، وان حاجه من دي يعني تحس ان البوستر ده ستيبس، يعني هي ستيبس بالنسبه له علشان يوصل لفوق. طبعا الستيب الاولانيه ان هو يتحكم في الجذور بتاعه التايم لاينز، والتايم لاينز بتموت دلوقتي كلها، تحس ان العوالم كلها بتموت، الجذور بتاعه الشجره دي بدات تموت. ومين اللي بيتحكم في الجذور بتاعه الشجره؟ هو لوكي. فهو لازم يتغلب على لوكي علشان يبدا الخطوه الثانيه بتاعته ان هو يتحكم ويعمل عالم واحد بس، وهو الباتل وورلد. فتحس ان هي معموله كانها ستيبس بالنسبه له. طيب نتكلم بقى على الجزء بتاع الوان البوستر. تحس ان الوان البوستر او القصه هنا بتحكي ان هي بتحكي قصه، يعني الالوان نفسها هنا بتحكي قصه. اللوحه تقريبا كلها الوانها ذهبي وبني، كانها ذكرى قديمه او اسطوره كده دينيه، حاجه كده من زمن قديم. لكن دوم هنا هو الحاجه الوحيده اللي منوره في البوستر ده. منوره لونها ايه؟ اخضر. واحنا عارفين ان في مارفل اللون الاخضر بيرمز للوقت والانتقام والمستقبل. فهو بالنسبه له انا المستقبل، انا اللي هحسن المستقبل، انا اللي هتحكم في المستقبل وهعمل لكم مستقبل جديد تقدروا تعيشوا فيه. وفي البوستر برضو احنا اكيد شايفين ان مفيش دلوقتي ولا افنجرز ولا اي شخص مثلا من اي شخص تاني من الافنجرز او اكس مان او من العوالم كلها. وده يديك الايحاء ان هم في الفيلم ده التركيز كله هيكون على دكتور دوم، مش هيبقى على مثلا افنجرز، مش هيبقى على اكس مان، مش هيبقى على شخصيات تانية. الشخصية الوحيدة التركيز فيها على هو دكتور دوم. وده ممكن برضو يبقى معناه ان دكتور دوم هنا هو مش مجرد شرير، هو شخص شايف ان اللي هو بيعمله ده صح. وبالظبط زي ما حصل مع ثانوس كان شايف نفسه صح. ثانوس كان شايف نفسه ان هو بيحمي العالم، بينقذ العالم من البلاوي اللي عماله بتحصل وان العالم ممكن ينهار. فهو نفس الحاجه بالظبط برضه، ان هو فاكر او متوقع ان دلوقتي هو بيحمي العالم، هو بيحمي العوالم دي كلها ان هي تنهار زي برضه ما ثانوس كان فاكر. اخر بقى حاجه انا بحب دايما اعملها لو عرفنا ان روسو براذرز، لو رجعنا لروسو براذرز في انفينيتي وور واند جيم، لو بصينا على البوسترز بتاعتهم، البوسترز دايما هم بيحبوا يعملوا حاجه اسمها ذا بيجر بيكتشر. يعني ايه؟ يعني الصوره الكبيره. فالصوره الكبيره بالنسبه لهم يعني ايه؟ هم بيجيبوا قطع صغيره كده، قطع ويجمعوها كلها، وبعد كده فجاه لما تيجي تبص على الصوره الكبيره كلها بتشوف حاجه الناس كلها ما شافتهاش وانا شفتها، انا لاحظتها. لو ركزنا شويه، حاول تغمض عينيك كده، حاول غمض عينك، وابعد عن الصوره، وقول لي انت شايف ايه. قول لي دلوقتي انت كده شايف ايه. يعني لو غمضت ورجعت بدماغك لورا كده، ها بانت شويه؟ لو لسه ما بانتش، انا لو قلتها لك انت مش هتشوفها. يعني انا اول ما اقولها لك دلوقتي هتفضل الصوره في دماغك. لو غمضت عينك شويه كده وبصيت وركزت هتلاقي ماسك وولفرين. ايه يا عمر؟ ماسك ايه؟ ماسك وولفرين. لو بصيت كده شويه هتلاقي ان عينيه محطوطه في النص، والماسك بتاعه الشادوز اصلا اللي هو الظلام ده بتاعه محطوط على رسمه الماسك بتاعه مرفوع لفوق. هل ده ممكن فعلا يكون مقصود ومرسومه مقصوده؟ انا اعتقد ان مارفل عمرها ما بتعمل حاجه غير وهي مقصوده. فانا اعتقد ان ده اثبات رسمي كانه كونفirmation يا جماعه للناس اللي النيردز بقى، الناس اللي بتركز قوي في الموضوع. وولفرين هيكون موجود في دومز داي، واعتقد ان كلنا كنا عارفين ان وولفرين كده كان هيبقى موجود. بس ليه هو موجود في البوستر ده؟ هل هو مثلا هيكون ليه سبب رئيسي في ان هم يتغلبوا على دوم في سيكريت وورز مثلا؟ هل هو مثلا هيكون سبب رئيسي في ان هو ينقذ العوالم؟ لحد دلوقتي مش عارفين. انا ما اعتقدش ان هي ليها معنى قوي. ممكن المعنى الوحيد لو هي مقصوده، ممكن المعنى الوحيد ليها انه يا جماعه على فكره وولفرين هيكون موجود، بس كده. وبكده بقى يكون انتهى تحليلي للبوستر ده. قولوا لي بقى في الكومنتس لو انتوا لاحظتوا كل الحاجات اللي احنا شفناها ديت، وقولوا لي برضو لو انتوا لاحظتوا حاجات انا ما شفتهاش.
وهل شايفين ان في معاني مختلفه؟ هل شايفين مثلا ان دي ممكن تكون امه، ممكن تكون مراته اللي ماتت، ممكن تكون سو ستورم؟ بقولوا لي بقى رايكم في الكومنتس. اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده، وسي يو ليتر.